لذيذة وسهلة وبمكونين أساسيين بس، ومن كثر ما هي مقرمشة ما راح توقف. بعجينة البيت باتر الجاهزة صفف العجينة بهالطريقة هذه. محتاجين ان نفرد العجينة، فافرد العجينة باي شيء عندك بالمطبخ. بعد ما يتم فرد العجينة نبي نمسح عليها كاكاو ونوتيلا بالكامل. بعدها نبي نلف العجينة من اليمين الى اليسار رول. نبي نذوب ملعقة زبدة وملعقة حليب. ادهن العجينة بالكامل، نرش فوقها رشة سكر، نقصصها بهالطريقة هذه. ندخلهم الفرن على حرارة 200 من تحت بس، تاخذ تقريبا 10 دقائق. بعدها نشغل الفرن بس من فوق عشان تتحمر معانا. رشة سكر ناعم كأنك ما تدري، غمسها بشوكولاتة النوتيلا واستمتع.